السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معانا في فيديو جديد إن شاء الله. النهارده هاتكلم عن مباراة مهمة جدًا في الدوري الإيطالي، ديربي الغضب، ديربي ميلان ما بين الإنتر ميلان وAC ميلان أو الإنتر وميلان في الأسبوع العشرين للدوري الإيطالي. المباراة إن شاء الله تقام يوم الأحد 5/2 الساعة 10:15 بتوقيت القاهرة، 11:15 بتوقيت السعودية. طبعًا المباراة بتذاع على قناة اليوتيوب الإيطالية. طبعًا مباراة جامدة. موقف الفريقين طبعًا الإنتر في المركز التاني ب40 نقطة، ليه 40 هدف وعليه 26 نقطة. طبعًا ميلان في المركز الخامس فرق قريب 38 نقطة، فرق نقطتين، ليه 37 هدف وليه 29 جون داخلين فيه، قريبين أوي من بعض. طبعًا نابولي في الصدارة بفرق 13 نقطة، عنده 53 هدف، الاتنين قريبين أوي. إنتر يفوز يفرق 5 نقط، ميلان يفوز يركب على الإنتر يبقى في المركز التاني. طبعًا الإنتر جاي من فوزها على كريمونيزي في الأسبوع العشرين برّه أرضه 2-1، وطبعًا بقى الهزيمة الكبرى والقاسية واللي اتكلمت عنها الصحف الأوروبية، هزيمة ميلان على أرضه في مدينة ميلان من ساسولو 5-2، كان خسران 5-2. مباراة صعبة أوي، الهزيمة ديّة أثّرت عليه أوي. لو كان فاز على أرضه وسط جماهيره على ساسولو كان زمانه في المركز التاني وبفرق نقطة من الإنتر. الهزيمة دي ساسولو ده كان في المركز ال17، يعني في الفوز ده فرق المركز بقى في ال16. فمباراة صعبة أوي ما بين الاتنين، ديربي هيبقى غضب. وكمان ما تنسوش إن هما الاتنين كانوا لسه متقابلين في السعودية في كأس السوبر، في نهائي كأس السوبر الإيطالي، اللي طبعًا الإنتر سحق في ميلان ب3 أهداف مقابل لا شيء. فهتبقى مباراة صعبة أوي تتابعوها معانا. وده كل ما لدينا في الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.